سيكون بسم الله الرحمن الرحيم. أول قبل ما نبداو التسجيل لازم يعني نشكر جمهور المغربي كله، لأن عارف أنه أينما حلينا وحلينا ومصنع أستراتيجية بالكثير الجمهور يحاولون كذلك يسلمون، ولكن ما ننساش الدعم ديالو كصحفيين ثلاث أسبوع، يعني في كل مقالة صحفية، في كل يعني التلفزيونات، في كل الراديوات، يعني شجعتونا كثير بزاف، فكنشكركم ونبقاو متاحين لنا مجموعين إن شاء الله في العام. ما ننساش كذلك استمدت يعني في الخطاب ديالي باش نحفز اللاعبين، والبارح فتح البرلمان بآية كريمة إذا صاحب جلالة في نهاية خطابه في البرلمان إني أعلم أن الله في يقول بالخيرات في المكان. فالحمد لله نور خير ما بيناتنا إلى الأمام إن شاء الله. وهذه صاحب جلالة. مساء الخير. مساء الخير. الإخوان الاسم والجهات مساء الخير. وزير الخارجية العربية التونسي المبروك يبدأ كذلك عن الحدث النفسي غياب 96 من افريقيا، غياب في مونديال القاره 2010. اليوم كل المغاربه والعربيين ايديهم على قلوبهم خوفا من الكارثه التي يكون في مصادر الشغل، فيهمنا البناء الفني والتوليفه التي لا تحصل في الغالب في المستوى، لكن هيئا عليك ان تقول كرد فعل على أظن أكيد أنه الجانب النفسي من المباريات على مستوى المباراه الدوليه له اهميه. دائما تصنيف يكون في المرتبه الاولى. اكيد لما يكونش هناك حوافز نفسيه كبيره جدا فتظهر لي بانه ما يمكنش على المستوى العالمي. لكن انا اتفق معك انه لم تكن هناك جمهور تكتيكيه، بالعكس سجلنا الاهداف سجلناهم يعني جمهور تكتيكيه كانت يعني اشتغلنا عليها ولو فقط وجيزه كما لاحظتم، لان عرفنا مسبقا ان الخصم كان متمركز بشكل متكتل وسط الميدان خط الدفاع، كان المفروض علينا نمر من الاطراف. اكيد ان كل شيء كان له اهميته، لانه في الفريق الوطني لا يوجد لاعب يعني اساسي 100% او لاعب يعني احتياطي، فكل اللاعبين يجب ان يكونوا مستعدين. فهيئنا اللاعبين من الناحيه الدينيه حتى لو يدخلوا يعطوا اضافه. اظن ان اللاعب السعيدي يدخل اعطى اضافه، لاعب عمر اعطى اضافه، وحتى اللاعب يجوب. اظن انه هذه قراءه المباراه، وهذه اظن انه كانت زياده على العامل النفسي، ولكن بدون هناك يعني يكون هناك تركيز على الثقافه التكتيكيه او التكتيك معين هجومي محض كيف تسجل 4 اهداف. شكرا. محمد ربيع اليوم سير الشيخ والاعتماد على المهاجم واحد في الجوله الاولى ما كنظنش بانه صعب مهم مثلا في كرة القدم الحديثة أصبح الكل يشارك في المنظومة الدفاعية والكل يشارك في المنظومة الهجومية. أظن بأنه كنا لعبنا بطريقة يعني 4-3-3، ولكن اللاعبين المفروض يكونوا على الأطراف يشكلوا واحد إضافة يعني للهجوم، حتى ما يكونش هناك يعني المهاجم منعزل. الدليل ان تسجيل لاعب برا كان فاد الاول، فما نسجل الاول ولا لاعب برا، لما تحول يعني المدافع المهاجم الثاني مع اللاعب العربي. فهذا ظاهر بانه كنلعبوا بفريق اللي كذلك متابع للصفقات اللي معنويته كانت يعني في اول مقاطعه، الفريق اللي جاي انهزمنا 2-0. اكيد بانه كان المفروض علينا كذلك نحتاط حتى من الناحيه الدفاعيه حتى لو سجلنا هدف. اظن بانه هذه كانت يعني دراسه ومباراه تلعب 90 دقيقه و90 دقيقه يمكن هي في الاخير كيف كنتفقوا كذلك مع التدبير ديال المباراه ما يلزم كل شيء. هذه طبيعي بانه كنا دائما مليين سيناريوهات حتى ممكن نعطوا اضافه للهجوم مع مرور الوقت ومع الاعياد اللي سوف يتوقع عن طريق خاص. شكرا. الخامس بعد المباراه ما هؤلاء عينيا. هل انتم راضون عن المنظوميه التقنيه والتخطيط للمجموعه المغربيه خاصه على المتوسط الليبي؟ شكرا. فدي الرؤيه اللي يكون وسط الميدان هو الذي يحمل تلك المباراه.
انتم تعلمون قوه الفريق خاصه يشترك فيه لاعبين محوريين هم يمكن يلعبوا 7 لاعب رقم 10 واللاعب رقم 16 الذي كان عامل الفريق دائما يتحول الى وسط الميدان من الناحيه اليساريه. واظن بانه لما يكون عند اللاعب الخصم فانا مرتاح من الموضوع الذي قدامه اللاعب الاجنبي. كذلك اللاعب الخارجي الذي يكون قائد يعني يتحول الى الهجوم. واظن بانه لاعب هولندا كان دائما يظهر في الفترات بدليل انه كان قام يعني باختراقات جيده. واللاعب برا لم يحوط به الشوط الثاني لانه لما سجلنا الهدف الثاني كان هناك رشد يعني تغيير اضطراري ولكن تغيير من اجل المسؤول به فقط بانه ناخذ ورقه صفراء ثانيه بالنسبه للاعب الذي كان مطوع شيء ما ونكون نلعبوا يعني بعدد متساوي من بعد ما اصبح من اللاعب تلعبوا على المنتخب. واظن بانه كل واحد قام بدوره واظن بان كان هناك تكامل. شكرا. عدد القانوني القانوني الان هو الذي حصل سفري الصوت كلمه المباشر فقط على جوج ملاحظات جوج اسئله بالنسبه للشوط الاول مغاير فقط على الشوط الثاني مع احنا كان جمع اسئله على مستوى الشوط الثاني لكن الشوط الاول كانت هناك صعوبات. بالنسبه للمساله الثانيه هو التغيير ديال الهجمه يشمل الحركه من الاتجاه الرقم التقني ديال التصويت يعني انا كلاعب محترف باش نشوفوا التصوت التمس اخوك العمر ولو بعد 77 يعني ممكن مره كنا اظن بانه فيما يخص دائما محمد اللي هو قراءه المباريات وكيف فريق خصم يكون كامل طرف بدنيه في بدايه يعني المباراه خصوصا الشوط الاول. وانا ذاك يمكن قراءه تقنيه يعني من الشوط الاول حتى ممكن تحضر تغييرات وهذا هو تدبير المباراه بين قوسين بالنسبه للكوتشي باش لو علينا ايقاعنا اكيد سوف يذوب علينا وما نبقاش تعود بدنيا ممكن هذا نستغلوا او نتمشوا يعني هذا باش تجي في اوقات الفريق خاص معه هذا الشيء كبير جدا ما يخص بانه ما نقولش هي صوابع ولكن طريقه التعامل لا احاسب اكثر يعني قد بسموه واكثر من مره ما نشوفوش كيولوا المصور نشوفوا ما بعد والذين صاروا يساووا فمن بعد لعبنا دجا وعندنا يعني صافنا اكيد بانه سوف تكون ما تكونش ملاحظه حتى لا تتكرر في المرات الجايه ان شاء الله ولكن كيف لا ولاعب يجب تشجيعه ولاعب صغير في السن. عرفت اتفق معي ان هناك تطورات للمسؤولين وتطورات للسيد لكن السيدة هي متميزة متطورة موجهة الإنسان بدل السيد المباراة كلها وننتظر كثير باش نقول يفاعل الموضوع به قال له قراوة باش السيدي يفرض هذه الجانب شغل السيد. سوزانا سؤالكم في سؤال في جواب كنتم جاوبتم واكثر من هذا عظيمه دائما كنعطي اللاعبين لما محمد علي باي لما القى تغييرات يعني على طريقه ديال الملاكمه اصبح يعني بالحركات ديالو الاجل كيعين خاصهم يديروا داخل الحلبه قبل ما يعطي الكاو. اظن بانه هذه كانت تكتيك من على اساس انه سعيد ممكن دائما تعمل اضافه لما تكون اول غني عادل اكيد بانه الشوط الثاني شفتوا كيف اللاعب عطى رقم دوره ولكن جاء كمل العمل اكثر لاعب اسامه من بعد ما الفريق الخصم كما سبق ان ذكرت اصبح يدو بالغايه واخر من هذا لما اصبح الفريق الخصم يلعب 10 لاعبين فهذه ما نساوهاش. شكرا. شحال مازال مع الجمهور خاصة المتدربين الصحراء واش تعتمد على التشكيلة ولا يجي إضافات الشوط الأول غير الشوط الثاني لا باش الشوط الثاني مقابلات تقدر الطعام شفتوا السلاح ديال الاسترجيلات ولكن النواه الاساسيه ما كاينش الاسترجيلات كل لاعب له معارف فريق وطني وهذه نواه بناء فريق مستقبلي ان شاء الله المستقبل وانا نقول دائما الغايه الوطنيه وفي ذلك باذن الله المتنافس. السلام عليكم. محمد الإدريسي جريدة الأحداث المغربية.
كان عندي ثقه في المباراه، لكن لقيت انه باقي صالح بعد المباراه. حنا كنعرفوا الصراحه ديال السي طوسي يعني فين كيكمل التخوف ديالك من هذه المباراه، يعني ما حوايج اللي كانوا كيخلعوا رشيد الطوسي. السؤال الثاني، الاولويات لرشيد الطوسي ما بعد هذه المباراه، وشكرا. الانتظاميه بانه الخوف اكيد بانه هو عامل من العوامل الاساسيه اللي كيكون في تحقيق السريع واحد المستوى عالي وهذا احترام المتخصص. ولكن انا شخصيا كان التخوف ديالي بان الفريق الوطني ما يقدرش المستوى هذا. لان الاستشفاء من الفريق اكثر من فريق خاص، واظن بانه لما تكون كما قلت في الاول كتحترم الخصم، هذا نوع من الخوف، وخوفي اكثر من الشعبيه للمجتمع ديالو. الحمد لله اللاعبين استجابوا وكنشكرهم كثيرا لان استجابوا وكانوا في موعد، وهنيئا لنا الفريق الوطني ان شاء الله في العام الجديد ان شاء الله. واظن بان هذا العام الجديد يمكن غادي يدير التقييم ديالنا باش نبداو ان شاء الله، لان تعلمنا كاس الافريقيا حاليا لازم تهيئ باش نمشيو يعني كاس الافريقيا ماشي كاع يصنع اسم ان شاء الله. شكرا.